جاك كان زمان عنده شاكوش مميز. الشاكوش ده كان يقدر يغير أي حاجة، يحول الحجر العادي لذهب، وكمان كان يقدر يحول موتوسيكل لبورش. وكل ده حصل امبارح. جاك كان مجرد ميكانيكي عادي. في يوم من الأيام جاك فجأة رمى الشاكوش في البحيرة. دوامة ظهرت مرة واحدة على سطح المية. راجل عجوز ظهر قدامه. الراجل العجوز مدله 3 شواكيش وسأله أنهي واحد هو اللي رماه. جاك رد بأمانة وقال إنه أبسط واحد. اتأثر الراجل العجوز بصدقه وادى للشاكوش قوة خاصة وقال له إنه يقدر يطور أي حاجة. جاك افتكر إنه بيهزر، بس أول ما لمح حجر على الأرض رفع الشاكوش وخبطه جامد. في لحظة الحجر اتقلب لسبايك ذهب. جاك جري فوراً على محل الصايغ. الراجل فحص السبيكة واداله $500,000 كاش في ساعتها. جاك خد الفلوس ومشي. كان ماشي تايه ومش مصدق وبيسأل نفسه إذا كان بيحلم ولا لأ. جاك عمره ما كان يتخيل إنه ياخد $500,000 بالسهولة دي. قدام محل الصايغ قابل حبيبته السابقة، هي وشاب غني كانوا بيهزقوه علشان فقير. بعد ما مشيوا جاك وهو متعصب رفع الشاكوش وكسر الموتوسيكل. في نفس اللحظة الموتوسيكل اتحول لبورش حمراء لامعة. حبيبته السابقة والشاب الغني ما صدقوش عينيهم. جاك قال لهم إنه لسه شاري العربية. حبيبته السابقة ما قدرتش تعمل حاجة غير إنها تبص له وهو ماشي منتصر. لما رجع البيت الشاب الغني قرب من جاك علشان يعرض عليه صفقة. قال له إنه هيديله $300,000 مقابل العربية. جاك وافق على طول. بالفلوس دي كان طاير من الفرحة. في نفس الليلة الفضول غلبه وجرب يخبط الحجر بالشاكوش، ولدهشته الحجر طلع ماس. تاني يوم راح تاني للصايغ يسأله عن قيمة الماسة. صاحب المحل قال له إن ثمنها يكفي يشتري بيت في وسط البلد. ولما جاك طلع الماسة الصايغ اتصدم، وبعد ما فحصها اتباعت في نفس اللحظة $5 ملايين. وبكده جاك بقى مليونير في يوم وليلة.